ازاي تبسط نفسك في ابو كبير باقل مجهود؟ يلا بينا. أبو كبير مركز ومدينة تبع محافظة شرقية، وبيرجع نسب أهلها لقبيلة هذيل من الحجاز اللي جم هنا يشتغلوا في الزراعة، ومعروفة بطيبة وكرم أهلها. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم مميز في مدينة أبو كبير. معاذ احنا فين دلوقتي؟ ابو كبير سيتي. بدأنا اليوم بالفطار الرسمي بتاعهم، كبدة وشطيطة، وعندهم كذا حد مشهور بالأكل ده، وعندهم كمان واحد مشهور جدا بالفول بالزبدة اسمه أبو حسن، بيعمل طبق فول بالزبدة عالمي. احنا بقى رحنا عند أبو السيد، من أشهر وأنضف الناس اللي بتعمل كبدة وشطيطة ومخ في أبو كبير. وكنت هموت وأعرف الشطيطة دي عبارة عن إيه. طلعت كرشة يا جماعة. تخيل كده تصحى من النوم تفطر كبدة بلدي وكرشة في الصلصة، الأكيلة بس اللي هيحبوا الكلام ده. شوربه بالكرشه، شوربه تقيله من اللي يحبها قلبك. حكايه. طلبنا بقى طبق من كل حاجة، كبدة ومخ وشطيطة، وبينزل لك بقى سلطة وجرجير ومية سلطة، لزوم الروقان. واضرب بقى وادعيلي. المخ بقى وجمال المخ حطه في اللغة. وبجد الاكل كله كان حلو قوي، اتبسطنا جدا. وعايز اقول لكم اني ماليش في الكرشه، بس حبيتها قوي، مفيش فيها اي نوع من انواع الزفاره، وكانت حلوه بجد. ايه يا عم معاذ، فطرنا كبده ومخ وكرشه، امال هنتغدى ايه يا عم؟ وبعد الفطار العظيم ده رحنا رطبنا بعصير قصب من عند الاقصى. العصير عنده كان حلو حلاوه. بعد كده اتمشينا في شوارع ابو كبير، وصلينا في مسجد الشيخ النجدي، واحد من اقدم المساجد في ابو كبير. بعد كده عدينا السلم عشان نروح الساحه الشعبيه اللي في السوارس، وهناك شفنا ملعب مركز شباب ابو كبير. ما شاء الله ملعب كبير جدا. دي مركز شباب ابو كبير. عاش يا رجاله عاش. انزل يا معاذ سخن معاهم. لا لا يا عم، انا لابس لبس كده فخم، ما ينفعش انزل العب بيه. وموجود كمان حمام سباحة وأكوا بارك اسمه RNK. عندهم كباتن على أعلى مستوى لتعليم السباحة، والمكان فيه مطعم وكافيه. احنا شربنا قهوة على سريح كده، كانت حلوة قوي. قدام مركز شباب يا جماعه جبنا بيك كولا من عند الدماسي، عنده منتجات مصريه 100%. وبعد يوم طويل قلنا نتغدى غدوة محترمة. رحنا عند عم أحمد حموزة، مكان صغير وبسيط كده على قديمه، بيعمل لحمة مشوية بطريقة مختلفة كده مش هتدوها غير هنا في أبو كبير. المكان موجود قدام موقف الزقازيق جنب فكهاني الشرقاوي، وريحة الشوي هتشدكم من بعيد. وعم أحمد حموزة راجل بركة، واخد الشغلانة أب عن جد، هو وأخوه سامح، وما بيعملوش غير لحمة مشوية وكفتة. انا هنا بقالي 7 سنين، بس احنا ابا عن جدا في المهنه بناعت. اه ربنا يديك الصحه يا رب. جدي وعمي وابويا وكله، العيله كلها. بيشتغل بس بعرق الفليتو، وبيقطعه كده شرايح قدامك ومن غير أي تتبيلة أو أي حاجة، بينزل بيها يشوحها على الفحم. اصعب انتصار في الحياه هو ده، استنى اللحمه وهي بتستوي. هنا هتاكلوا احلى لحمه مشويه على قديمه. وبدون مبالغة هتاكلوا أحلى حتة لحمة ممكن تاكلوها في حياتكم. وأهم حاجة العيش اللي بيتسقسق مع اللحمة والكفتة وهي بتتشوي، مش هيفهم الكلام ده غير الأكيلة بس. معاذ تعرف ايه عن ابو كبير؟ اهل الكرم. المكان كل ما يكون متواضع اعرف ان دي هتتكيف. خش مكان متواضع هتطلع باعلى جوده واعلى كيف، طالع متكيف ومتمزج. والقعدة بتاعته بسيطة جدا، بينزل بالسلطة والطحينة ومية السلطة، وألف هنا على قلبك. هتاكل وتدعي لعم أحمد والله. ده اسمه يا جدعان العيش المتسقسق. والله العظيم ده من احد اسرار السعاده في الحياه كلها. ده العيش المتسقسق. حكايه والله. كان منورنا اخونا بكار من فاقوس. حبيبي يا اخويا، قلت لك لما تيجي ابو كبير هروقك وهتاكل احلى اكل فيها، مش صدقنيش. حصل والله. الله ينور حاج بكار، والله اكل فاخر من الاخر. بعد كده رجعنا تاني عند اب تاون عشان نشوف ماتش مصر، والقعده بالليل كمان هناك احلى من النهار. حلينا بقى ميني بانكيك من سويت كورنر، كان جامد قوي. وجالنا بقى ضيافه من برجر 95، عجبت معاذ قوي. فرايز تشيكن شيدر بتبقى بطاطس ومتقطع عليها ستريبس ومتغرقه بصوص الشيدر. وختمنا يومنا بمكان شفناه بالصدفه اسمه فستق الشام. ضيفونا بقهوه اول ما دخلنا، وقعدنا ندوق في كل حاجه لحد ما اشترينا فستق وكاجو واحنا مروحين. ده من الغالي، ده هتدوقنا من الغالي كمان. يا جماعه الناس هنا كريمه قوي والله العظيم. الزبون عندي مش بيختلف، ده فستق مدخن. المكان هنا حلو قوي يا معاذ. عشان عايزين ندوق ببلاش. تعالوا دوقوا وامشوا. وبكده نكون قضينا يوم جميل في ابو كبير، واتمنى تعملوا لايك وفولو البيج، لان ده بيشجعنا نكمل.